نص كيلو دقيق وقطعه جبنه بقى، وتعالي نعمل بيهم العظمه دي. في الاول كده معايا قطعه من الجبنه الفيتا، عليهم بيضتين وكمان ربع كوبايه من الزيت، واخلطهم كويس مع بعض. هضيف عليهم كيس من الخميره الفوريه، نص كيلو من الدقيق، معلقه كبيره سكر، رشه من الملح، وهعجن بقى العجينه لحد ما بتجي العجينه طريه مش بتلزق في الايد. هسيبها بقى تتخمر معايا حوالي نص ساعه. بعد حوالي نص ساعه كانت العجينه اتخمرت معايا جدا. هقسمها بقى على جزئين، وهبدا كده اجيب الكره الاولى من العجين وهبدا افردها، بس هفردها على شكل دايره كبيره. واي قطاعه يا جماعه موجوده عندنا هنبدا نقطع بيها العجين زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده العجين الزياده هنبدا نشيله. هنجيب بقى صينيه من صواني الفرن هندهنها بالزيت كويس، وهرص فيها قطع العجين. ومعايا بقى بعد كده صفار بيضه، حط عليهم معلقتين كبار من اللبن، وهبدا كده ادهن بيهم وش العجين. وهزينها بقى بشويه حبه البركه، بشويه من السمسم، شويه من الجبنه الموتزاريلا. ويلا بقى على فرن سخن درجه حراره 180 لحد ما بتاخد اللون القمر ده. قدموها بالف هنا وشفا، وربنا يحسن ما بين